مش مقبول أي اعتذار ليها ومش هتغني في مصر تاني. كشف الفنان حلمي عبد الباقي تفاصيل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا من منعها الغناء في مصر بعد إهانتها للجمهور خلال آخر حفلاتها بالساحل الشمالي. وقال حلمي عبد الباقي إنها تجاوزت حدود الأدب واللباقة، وده مش مقبول، والشعب المصري مش هيقبل أي تجاوزات، والمطربة ممنوعة من الغناء من بلاد أخرى. وقررنا قرار نهائي إنها مش هتغني تاني في مصر، وعندنا قواعد المفروض بنمشي عليها. ما ينفعش يكون في إيحاءات جنسية ولا تقول ألفاظ نابية. وأكد حلمي عبد الباقي في تصريحاته عدم السماح لها بالغناء داخل مصر تاني بعد الإساءات اللي قدمتها مع تغريمها. وجاء التحقيق مع سارة زكريا أثر استخدامها ألفاظ خارجة على المسرح أغضبت جمهورها حفلها بمنطقة الساحل الشمالي، واعتبر الجمهور أن ذلك أمر مهين لهم كمصريين. وقالت سارة زكريا أثناء الغناء على المسرح: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟ رد مدير أعمال سارة زكريا ويدافع عنها وقال: بتهزر مع الجمهور بكلمة ليه أصبحت جريمة. أما عن سبب ذكرها جملة بيضربوا برشام، قال: احنا ممكن نقول كده لبعض حتى بالأفلام والمسلسلات وبالشارع، وبنقول انت بتاخد حاجة أو بتتعاطى على سبيل الهزار، لكن مفيش أي ألفاظ خادشة. وفي أغنية اسمها سطلانة محدش انتقدها ليه يعني، المغني بيغني للمساطيل. وده كان دفاع مدير أعمال سارة زكريا عنها. لكن نقابة المهنة الموسيقية أصدرت قرار بمنع إقامة أي حفلات للمطربة اللبنانية سارة زكريا داخل مصر، ومرفوض أي اعتذار منها.